في الفيديو ده خلينا مع بعض كده نشوف ايه اللي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاية ما بين دي سي وما بين مارفل. مين فعلا اللي عنده الفرصة الكبيرة ان هو يقدر يتغلب على التاني؟ هل مارفل هتفضل مستمرة زي ما هي وتفضل مسيطرة على الوضع وتقدر في النهاية تتغلب على الدي سي يو؟ ودي طبعا حاجة مش جديدة يعني على الام سي يو. ولا الدي سي يو هيقدر فعلا يعمل لنا مفاجأة كبيرة جدا وفي النهاية يقدر يتغلب على عالم مارفل السينمائي؟ يمكن معظم جمهور دي سي في الوقت الحالي مش متفائل اصلا بالعالم السينمائي الجديد ولا حتى باللي جيمس جان بيعمله، وشايفين اصلا ان العالم ده هو انتهى من قبل ما يبتدي، خصوصا بعد السنيك بيك بتاع سوبرمان الاخير اللي حرفيا حصل عليه سف فوق مما تتخيل. وصدقني الجملة اللي انا هقولها لك دي هي جملة مهمة جدا جدا. العدو الاول لدي سي هو جمهور دي سي نفسه، لان تقريبا كده الجمهور ده مش بيعجبه العجب حرفيا. وهنا بقى خلينا نبص شوية لنص الكوباية المليان ونتفائل حوالين العالم السينمائي الجديد ونشوف ايه اللي ممكن يقدر يعمله قدام عالم الام سي يو. ايوه انا عارف ان الموضوع صعب جدا، ولكن هرجع واقول لك محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل بالظبط. وارد جدا الدنيا تضرب مع دي سي وفعلا يقدروا ان هم يتغلبوا على مارفل السنة دي. مارفل ستوديوز دلوقتي في اضعف حاله ليها يعتبر من ساعه ما بدات، وحرفيا بيحاولوا ان هم يطلعوا من القاع ومستنين يعملوا شويه ضربات قاتله ترجعهم مره تانية. بس في نفس الوقت في منافس واقف فوقهم ومستعد يوجه الضربة القاضية اللي ممكن تخلص عليهم تماما. فالسؤال هنا، هل في فرصة ان دي سي ستوديوز فعلا تدي الضربة القاضية وتدمر مارفل؟ خليني اقول لك ان احنا ما شفناش مارفل ستوديوز مضغوطين كده قبل كده، وده يعتبر من ايام المرحلة الاولى. فلو فاكرين او ممكن يكون مثلا في الوقت ده كان السن بتاعكم صغير شوية، مارفل ستوديوز وقتها ما كانتش حد شايفها ان هي هتنجح. بالعكس في ناس كتير كتبت في مواقع كتير وقالت من الاخر كده ان فيلم ايرون مان ده هيكون سبب في ان مارفل تفلس خالص، وكان وقتها بيقولوا يا ترى مين اللي هيشتري مارفل، ممكن دي سي تشتريهم، محدش كان مهتم بايرون مان اصلا. وخد بالك لو ركزت في الكلام ده هتلاقي نفس الكلام اللي بيتقال دلوقتي عن عالم الدي سي يو، او نقدر نقول كمان كدي سي ككل. محدش شايف ان العالم السينمائي الجديد ممكن ينجح، محدش شايف ان الدي سي ممكن تتقدم خطوة قدام، كله شايف ان فيلم سوبرمان القادم هيفشل. ولكن هل دي سي هتكون ماشية على نفس الخط بتاع مارفل وفي النهاية تفاجئ الجميع فعلا وتنجح، ولا للأسف كل الكلام ده هيطلع حقيقة ودي سي في النهاية هتفشل؟ طيب نرجع مرة تاني لموضوعنا. الناس كانت شايفة ان يمكن هالك ينجح شوية، بس كانوا بيضحكوا على فكرة ان هم يعملوا افلام لثور وكمان كابتن امريكا وشخصية بلاك ويدو، كانوا شايفينهم شخصيات مالهمش اي 30 لازمة. حتى كمان بعد ما ايرون مان نجح الشك كان لسه موجود. وما تنساش ان انكريديبل هالك وكمان كابتن امريكا وثور يعتبر فشلوا شوية على المستوى النقدي والتجاري. ودلوقتي مارفل في نفس الموقف ده تقريبا، عندهم منافسين في كل ناحية والناس بقت فاقدة الثقة بعد رحلة نجاح استمرت لمدة 12 سنة تقريبا وكانت كمان شبه مثالية، أو على الأقل الناس بتشوفها كده دلوقتي بعد ما خلصت. فالناس دلوقتي بتتكلم عن تاريخ مارفل كأنه كان مثالي وإن كل حاجة عملوها كانت عظيمة. بس خليني أقول لك الحقيقة إن دلوقتي مارفل بيواجهوا تحديات حقيقية. أفلامهم ما بقتش بتكسر الدنيا زي زمان ومسلسلاتهم بقت بتقع، رغم إن هما من زمان وهم بيعملوا مسلسلات زي مثلا عملاء شيلد وكانت مش ناجحة قوي. بس الفرق دلوقتي إن نظرة الناس اتغيرت وبقى في ناس فجأة بتقول إن ايرون فيست وكمان لوك كيج كانوا تحف درامية. بس خلينا نكون صراحة شوية، مارفل دلوقتي مضغوطين زي ما دي سي كانت في وضع مشابه في أوائل ومنتصف الألفينات لحد ما دارك نايت نزل وغير اللعبة تماما. فناس كتير يمكن ما تكونش فاكرة باتمان بيجانز، في الأول يعتبر الفيلم ده ما كانش قد كده، حتى كمان سوبرمان ريتيرنز كان أنجح منه وقتها. بس اللي خلى ذا دارك نايت يفرق هو وفاة هيث ليدجر والحماس اللي اتبنى حوالين الفيلم وفعلا حقق نجاح ضخم في النهاية. نقدر نقول بقى بعد كده دي سي بدأت تضعف تاني، بقى عندهم شوية نجاحات هنا وهناك، ولكن مارفل وقتها استغلت الفرصة خصوصا بعد فشل باتمان اند روبن ونزلوا افلام بليد وسلسلة الاكس مين وكمان سبايدر مان وحتى الفانتاستيك فور اللي وقتها كانت ناجحة جدا. مارفل عرفت تدخل السوق وتسيطر وقت ما دي سي كانت ضعيفة، والباقي طبعا معروف. دلوقتي بقى مارفل اللي ظهرها للحيطة، والسؤال اللي بيسأله ناس كتير، هل دي سي ستوديوز تقدر تتيح بمارفل فعلا؟ انا عارف ان انت ممكن تتفاجأ من كلامي، ولكن خليني اقول لك الاجابة ايوه طبعا تقدر، والاجابة دي دايما هتفضل
ايوه برضه تقدر، لان لو بصيت دايما للاحداث اللي حصلت قبل كده هتلاقيها زي ما تكون معادله، كل واحد فعلا وبياخد وقته، مفيش ابدا شركه منهم هما الاتنين دايما بتفضل في القمه، فدايما كده تشوفها مارفل في القمه يبقى دي سي واقعه، دي سي في القمه يبقى اكيد مارفل واقعه. وده دايما اللي بيدي فرصة كبيرة جدا لدي سي ان هي ممكن تظهر في اي وقت وتكون في القمة. ولو عاوز بقى اثبات فبص حواليك بقى في مجالات تانية كتير من الترفيه، ان كان مثلا المصارعة او حتى الفيديو جيمز، فنقدر نقول ببساطة ان دي سي فعلا تقدر تتيح بمارفل، بس لو استغلوا الفرصة صح، لو عارفين هم بيعملوا ايه، ولو سمعوا للجمهور بتاعهم. وحط خطين ثلاثة كده ان هم سمعوا للجمهور بتاعهم، ولكن الحقيقة مع شركة دبليو بي الموضوع بيكون صعب شوية ان هم ممكن يسمعوا للجمهور بتاعهم، لان طبعا لو بيسمعوا للجمهور بتاعهم كان الموضوع اتحل من زمان، وكان دلوقتي كل جمهور دي سي يعني متفق على رأي واحد. بس السؤال هنا بقى الجمهور عاوز ايه بالظبط؟ خلينا نقول مثال بسيط، سوبرمان الوضع مش سهل، عندك ناس لسه متمسكة بعالم الدي سي اي يو او العالم السينما القديم واللي بيحبوا زاك سنايدر، وفي ناس تانية بتقول لك ايه ده تاني سوبرمان، جربوا حاجة جديدة بقى احنا زهقنا. بس في الاخر لو الفيلم طلع حلو فعلا هيسبب ضربة حقيقية في ايرادات مارفل، خصوصا وانهم لسه بيحاولوا اصلا يقوموا. وكمان ما تنساش ان عندك الفانتاستيك فور جاي في السكة واللي اتكلمت عنه قبل كده، وده هيكون اختبار حقيقي فعلا للام سي يو. والفانتاستيك فور هنا هيجي باسبوعين بالظبط بعد عرض فيلم سوبرمان تقريبا، ودي فرصة كبيرة جدا لفيلم سوبرمان ان هو يكون في المقدمة. فاذا فيلم سوبرمان استغل الفرصة دي وحقق النجاح المطلوب فده هيفرق كتير جدا على مدار السنة بالكامل. ولكن اذا فيلم سوبرمان ما كانش قد كده، فمن الاخر كده فيلم الفانتاستيك فور هيتعرض وهيحقق النجاح المطلوب، والناس هتفضل تتكلم حوالين الفيلم ده والاحداث اللي فيه لحد اخر السنة. بس هنا لو بصينا للصورة الاكبر، مستقبل دي سي عامل ازاي؟ لو فيلم سوبرمان نجح وابتدى يربط ببيس ميكر والناس بدأت تتفرج على المسلسل، فده اكيد يعني هيساعد قسم المسلسلات عند دي سي. والسنة اللي بعدها عندنا مسلسل اللانتنز، لو نزل والمسلسل جاب مشاهدات عالية وتقييمات قوية، ساعتها دي سي دخلوا في حرب مباشرة مع مارفل. وده اصلا بدأ يحصل لان مسلسل ذا بينجوين يعتبروا ناس كتير احسن مسلسل مبني على كوميكس اتعمل لحد دلوقتي، وده بدون اي منافسة حقيقية. ومش هنسى كمان فيلم ذا باتمان البارت الاول اللي لحد دلوقتي مش عارفين ايه مصير البارت التاني، فانا شخصيا شايفه من احسن افلام الكوميكس اللي اتعملت، ويمكن احسن من اغلب افلام مارفل من اول ما بدأوا. يمكن في 3 افلام من مارفل بس اقدر اقول ان هي على نفس المستوى. وثانيه واحده، انا عارف ومقدر جدا ان في ناس كتير شايفه ان البارت الاول من باتمان ما كانش يعني افضل حاجه، ولكن خليني اقول لك ده يعتبر زي بدايه اي عالم سينمائي، البدايه بتاعته عمرها ما هتكون قويه. البارت الاول هو بيبني الاحداث اللي هتيجي بعد كده، واكبر دليل على ده لما تيجي تتفرج على مسلسل ذا بينجوين تلاقي ان الاحداث بتاعته فعلا كانت مميزه واسطوريه. فهنا بقى ماذا لو كملنا مع البارت الثاني من ذا باتمان؟ اكيد الوضع هيكون مختلف تماما عن البارت الاول. فبالرغم من ده كله برضه لازم دي سي يثبتوا ان هم عارفين بيعملوا ايه بالظبط. خلينا بقى نروح لسنه 2026 اللي المفروض هيظهر معانا فيها فيلم سوبر جيرل، ولو الفيلم ده فعلا ضرب ونجح على كل المستويات مارفل لازم تقلق. هي مش هتقلق قوي يعني، لان وقتها هيكون عندك دومز داي اللي حرفيا انا نفسي بصراحه اهو بقول لك انا قلقان جدا من الفيلم ده. والفيلم ده حاجه من الاتنين، لا اما هيخلي فعلا مارفل على القمه لفتره طويله، لا اما بعد الفيلم ده نقدر نقول ان دي سي تقدر تتقدم على مارفل. فخلينا اقول لك برضو ان دي سي هتستغل اللحظه ومارفل هتبقى بتنزل تحت اكتر، ودي سي هتكون في الطالع ومعاهم افضليه واضحه. وطبعا مارفل عندهم ردود، ما تفهمنيش غلط، بس خليني اقول لك على سبيل المثال وجود روبرت داوني جونيور في دكتور دوم ده يعتبر تحرك يائس. هم عارفين ان هم بيحاربوا من تحت دلوقتي ومستنين من الاخر كده دي سي تغلط علشان خاطر يعرفوا يستغلوا الفرصه. بس دلوقتي مارفل ستوديوز في موقف صعب، بيراجعوا كل اللي عندهم، هم راجعين للوحه الرسم من اول وجديد وبيحاولوا يفهموا ايه اللي ممكن يشتغل. وفي الوقت ده دي سي واقفين في نفس النقطة اللي كانت فيها مارفل زمان في بداية المرحلة الأولى، فكله كان بيشك، كله كان بيقول مستحيل ينجحوا وإن المشروع ده هيفشل، وكل اللي دي سي محتاجاه دلوقتي إن هي تثبت إن الناس دي كلها غلطانة، ومش محتاجين كتير، فيلمين أو 3 بالكتير جامدين ممكن يقلبوا الكفة حرفيا. وانا كان نفسي اتكلم على افلام تانية تكون معروفة اكتر، ولكن مفيش اي افلام تانية غير دي اللي قدامي دلوقتي في دي سي، وعلى امل ان جيمس جان يطلع الفترة اللي جاية ويعلن عن مشاريع تقيلة. ولكن انا شايف ان ممكن الاختبار الحقيقي مع الدي سي يكون مثلا مع فيلم كلاي فيس، والميزانية بتاعته 40 مليون دولار فقط. لو الفيلم ده جاب اكتر من 120 مليون
يبقى رسميا حقق ارباح اكتر من 75% من كل افلام الكوميكس اللي اتعملت في التاريخ. وفكر في دي شويه كده، اكيد حاجه زي دي طبعا هتفرق مع دي سي جدا، وساعتها مارفل هتبدا تتلخبط. وما استبعدش بصراحه ان هي ممكن تقلد دي سي، وهتسمعهم بيقولوا ايه بقى اللي عندنا في الوقت ده، وممكن نطلع مين فين شخصيه نعمل بيها مثلا فيلم 40 او 50 مليون دولار ويجيب 200 مليون دولار. لان مارفل كانت داخله في مود المليارات، فيلم ورا فيلم بيعدي المليار. بس هما محتاجين يرجعوا للطريقه القديمه. 500 مليون تمام، 600 برضو ممتاز، 700 برضو ضربة كبيرة. بس نقدر نقول ان مارفل بوظت التوازن وخدعت الناس بالارقام الضخمة، وجه الوقت ان دي سي تدخل وتوريهم ان في طريقة تانية تنجح بيها. وانا بصراحة اتمنى فعلا ان دي سي تعمل كده، لان بمجرد ما دي سي تعمل كده مارفل هتبتدي تظبط الاعمال بتاعتها مرة تانية، ووقتها هنشوف منافسة قوية بينهم هما الاتنين، والمستفاد في الاول وفي الاخر هو الجمهور. ولو انت مش شايف ان مارفل في الوقت الحالي هي في موقف صعب، فخلينا افكرك تاني باللي مارفل عملته في الفتره اللي فاتت، وهي ان رجعت الممثلين اللي كان مبني عليهم العالم بتاعهم. زي ما قلت لك كده، روبرت داوني رجع مره تانية علشان خاطر يعمل معانا شخصيه دكتور دوم، ومارفل هنا بتلعب على النوستالجيا. وما تنساش ان كريس ايفانز هيرجع هو كمان، بل كمان ممكن يرجع بنسخه شريره وهي كابتن هايدرا. فتقريبا كده كل ما مارفل بتتزنق بتعمل نفس الخطوه دي. فاعتقد ان روبرت داوني هنا بعد ما رجع كده وتم الاعلان عنه بشكل رسمي ان هيعمل شخصيه دكتور دوم، ده في حد ذاته اكبر دليل ان في ضغط فعلا في مارفل. واللي هو من الاخر كده احنا عاوزين حاجه تقلب الكفه، لان دي سي وارد في اي وقت تقدر تقف على رجليها وتدينا الضربه القاضيه. ما تنساش كمان زي ما قلت لك ان فعلا فيلم سوبرمان ده عامل لهم قلق كبير، على قد ما معظم جمهور دي سي اصلا مش متفائل بالفيلم ده. بس برضو اكبر دليل ان فيلم سوبرمان عامل قلق هو ان بنسبه كبيره جدا شخصيه دكتور دوم روبرت داوني هيظهر معانا في فيلم الفانتاستيك فور، حتى لو كان بسيط او حتى في البوست كريدت سين. بس في كلا الاحوال تم تاكيد الخبر ده. فنقدر نقول في النهايه ان دي سي فعلا بالرغم من ده كله الا ان هي عندها فرصه ان هي تكون في القمه، ولكن المهم هنا ان دي سي تستغل الفرصه صح. فاشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.